خسائر مهولة بمليارات الدولارات، منها واحد من أكبر الحرايق في ولاية كاليفورنيا وتحديدا في لوس أنجلوس. أكتر من 10,000 مبنى اتدمر تماما، وأكتر من 180 ألف بني آدم اتشرد بره بيته. وكل ده والحريق لسه مكمل لحد النهاردة، والمفاجأة إنه هينفجر بشكل كارثي خلال الساعات اللي جاية. فإيه اللي حصل في ولاية كاليفورنيا وإيه اللي هيخليه ينفجر خلال الساعات الجاية؟ وهل ده كان طبيعي يحصل؟ ولا الكلام ده كان بفعل فاعل؟ وإيه تأثير الكلام ده على اقتصاد الولاية الأمريكية؟ ومين هيبني بيوت الناس اللي اتدمرت دي؟ كل التفاصيل دي هندردش فيها سوا النهاردة. أنا محمد البحراوي، وتعال نشوف الرابط. حريق كاليفورنيا أكل الأخضر واليابس وشرد أكتر من 180 ألف بني آدم، وهو بالمناسبة مش أول حريق يحصل بالشكل ده في كاليفورنيا، ولكنه الأكثر كلفة على اقتصاد الولاية الأمريكية، وده بخسائر تقدر ب 150 مليار دولار. لكن قبل ما أكلمك على الخسائر الاقتصادية، الأول تعال نشوف إيه هو السبب اللي حصل في لوس أنجلوس اليومين اللي فاتوا دول. الحقيقة هو إن في نظريات كتيرة لإيه ممكن يكون السبب الرئيسي في حريق لوس أنجلوس. أهم نظرية فيهم لحد دلوقتي هو إن أهم 3 عوامل لاشتعال النيران حصلوا في نفس الوقت سوا. يعني أنت بتتكلم عن جفاف شديد ورياح سريعة جدا وأرض جاهزة للاشتعال، وعلى الرغم من إن الولاية كانت متوقعة إن في حرايق هتحصل، لكن المشكلة إن محدش كان عارف هتحصل فين. وهنا أنا عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، وهي إن الحرايق اللي من النوع ده بيكون معاك حوالي 60 ثانية بس عشان تسيطر عليها، وده بيكون في أولها. بعد كده مفيش أي حاجة تقدر إنك تعملها خلاص، وهو ده فعلا اللي حصل المرة دي. فالحريق بدأ من منطقة اسمها باسيفيك باليسيدز، ودي من أرقى المناطق في ولاية كاليفورنيا، وفورا نقلت رياح جافة واللي سرعتها عدت ال 100 ميل في الساعة الحرايق دي لباقي المناطق. وحرفيا لو بصيت عليها هتحس إنها قصفت بقنبلة نووية مش مجرد حريق. ولعلمك في الحرايق لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي أدت لوفاة أو فقدان 28 شخص وتدمير أكتر من 12300 مبنى، ولسه لحد دلوقتي فالحرايق نشطة في منطقة باليسايدز وايتن. وتخيل معايا إن المساحة المهولة اللي اتحرقت دي تقدر ب 140 ألف كيلو متر مربع، يعني أكبر من مساحة دولة زي إنجلترا. فاحنا بنتكلم عن آلاف الهكتارات والكيلومترات المربعة اللي راحت من على الخريطة تماما. لكن الحقيقة هو إن في حاجة خطيرة جدا حصلت قبل الموضوع ده وفتحت الباب لنظرية المؤامرة، وهي إن الحرايق دي بفعل فاعل. اللي حصل هو إن السنة اللي فاتت في حي باسيفيك باليسايدز، وهو الحي اللي تم تدميره بالكامل بالمناسبة بعد الحرايق دي، اترفضت آلاف الطلبات لتجديد وثائق التأمين السنة اللي فاتت من شركة ستيت فارم، وهي أكبر شركة تأمين في المنطقة بمحفظة تضم 250 ألف منزل في لوس أنجلوس. وهنا أنا عاوزك تاخد بالك إن الناس اللي اترفض تجديد تأمينهم دول يعتبروا كده بقوا في الشارع خلاص، وإلا هيضطروا إن هم يبنوا بيوتهم بنفسهم تاني من جديد، وده هيكلفهم ملايين الدولارات. وهنا طبعا طلع كلام في مواقع التواصل إن اللي حصل ده كان بفعل فاعل، وان في ناس بتحاول تغير الديموغرافيا بتاعه منطقه لوس انجلوس، ولكن كل ده مفيش عليه اي دليل لحد دلوقتي. والتحقيقات في موضوع الحرايق واسبابها دي ممكن تقعد شهور لحد ما نعرف ايه السبب الحقيقي وراها. وهنا بنيجي لسؤال مهم، الكارثه دي بقى هتكلف كاليفورنيا قد ايه؟ في بدايه الموضوع خرج محللين من بنك جي بي مورجان وقالوا ان الكارثه دي كبيره جدا، وتوقعوا ان الخسائر الاقتصاديه الاجماليه ممكن توصل لحوالي 50 مليار دولار. المبلغ ده بقى شركات التأمين هتغطي منه من 20 ل 25 مليار دولار، وده معناه إن شركات التأمين هتتكبد خسائر مهولة في الكارثة دي. ولو أنت بقى شايف إن الأرقام دي كبيرة، فتعالى أصدمك وأقول لك إن الأرقام دي ادمت خلاص. والحريق ده بدل ما كان الكارثة الأكبر تكلفة في تاريخ الولاية، هيكون الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة كلها. وده مش كلامنا، ده كلام حاكم ولاية كاليفورنيا. وهنا جت شركة أكيو ويذر، ودي شركة أمريكية بتقدم خدمات التنبؤ بالطقس، وتعتبر من أكبر شركات العالم في المجال ده. جت بقى نشرت تقرير بتقول فيه إن الخسائر متوقع إنها ممكن توصل ل 150 مليار دولار، وده على أقل تقدير يعني حوالي 4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا، واللي وصل لحوالي 4 تريليون دولار في عام 2024، وهي كمان بالمناسبة أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة كلها. طيب إيه بقى اللي زود الأرقام أوي كده؟
هقول لك يا صديقي، اول حاجه هو ان الحرايق لسه شغاله لحد دلوقتي، وده زي ما حضرتك شايف كده على الخريطه. وبالرغم من المجهود العظيم المبذول الا انك هتلاقي ان حريق باسيفيك باليسايدز تم احتواء 14% منه بس، وزحف شمال غرب لوس انجلوس، وبقى يهدد مناطق رينتود وينستينو وويستوود، وده كان بحسب كلام رويترز. طب هل الموضوع واقف هنا؟ الحقيقه ان الحرايق معرضه لزياده ضخمه خلال اليومين الجايين بشكل مرعب، وزي ما شرحت لك من شويه كده فالحريق ده عباره عن شراره نشرته رياح سانتا انا الجافه لحشائش قابله للاشتعال، وبعد كده سرعه الرياح خفت نسبيا لكن الخطوره لسه ما قلتش. والمفاجاه هنا بقى هو ان النهارده وبكره الرياح دي هتبقى بقوه الاعصار وهتوصل ل 96 كيلو متر في الساعه يوم الاربعاء، وده بحسب اللي نشرته الهيئه الوطنيه للارصاد الجويه في امريكا. يعني كل الاضرار الاقتصاديه اللي اتكلمنا فيها دي لسه معرضه للزياده، ده زائد كمان ان في اضرار اصلا مش هنعرف نحسبها دلوقتي، زي مثلا تاثير الحرايق دي على البنيه التحتيه للطاقه والميه، وكمان تكلفه الرعايه الصحيه للسكان اللي اتضرروا او اللي لسه ممكن يظهر لهم مشاكل بفعل التلوث اللي سببه الحريق. طيب هل دي بس المشاكل الاقتصاديه اللي ظهرت؟ طبعا مع كل كارثه بيظهر مجموعه من الناس اللي بتحاول انها تستفيد من الموقف، وده بيخلي الوضع بقى أسوأ، وده ظهر جدا في قطاع العقارات. فلو جينا مثلا نبص على النازحين داخل الولايه هنلاقيهم نوعين، اما بيتهم اتحرق او جالهم اوامر اخلاء، ودولت اول الحريق كانوا 180 الف بني ادم، ودلوقتي وصلت اوامر اخلاء ل 150 الف جداد بتحذرهم من ان الحرايق ممكن توصل لمناطقهم. وسواء ده او ده فالاتنين بداوا يدوروا على سكن الايجار علشان ما يناموش في الشارع، ومن هنا بدأ الاستغلال. وهنا صحيفة لوس أنجلوس تايمز بتقول إن الوضع وصل حد الجنون. فمثلا الشقة اللي كانت بتتأجر في حي إنسينو في لوس أنجلوس ب 9000 دولار دلوقتي بقى وصل إيجارها ل 11500 ونص دولار، يعني في زيادة 28%. ومش بس كده، في لوس أنجلوس تايمز بتقول إن في شقق سعرها رفع أكتر من 50%. وهنا بيجي سؤال، مين اللي هيحاسب على مشاريب الليلة دي كلها؟ زي ما حكيت لك من شوية في جزء كبير من الفلوس دي هتتحملها شركات التأمين، واللي بتقدر بحوالي من 20 ل 25 مليار معرضين للزيادة. والرقم ده لأن مش كل الناس بتأمن على البيوت. واشنطن بوست بتقول إن في 12% من الأمريكان مش مأمنين أصلا على بيوتهم. فزي ما قلت لك قبل كده إن في شركات شالت التأمين قبل الحريق على طول في المناطق عالية الخطورة، زي مثلا باسيفيك باليسايدز. وده بيودينا لسؤال خطير، مين اللي هيتحمل باقي التكاليف؟ هنا الإدارة الأمريكية تعهدت إنها تتحمل 100% من التكاليف المؤهلة، يعني تكاليف إزالة الحطام وتوفير الحماية الطارئة. وبالنسبة للبناء هنلاقي إن فلوس التبرعات هتغطي جزء منه. فمثلا مجلة فوربس نشرت إن مؤسسة بيجود التابعة لبيانسي قالت إنها تتبرع للناس اللي فقدوا منازلهم ب 2.5 مليون دولار، وفي تبرعات كتير جت على نفس المنوال. طيب كده لسه في فلوس كتيرة ما غطاهاش التأمين، مين برضو اللي هيغطيها؟ هل السكان هم اللي هيتحملوها؟ بحسب اللي نشرته وول ستريت جورنال فسقف المدفوعات الكلية للمساعدات السكنية هيكون للأسرة حوالي 43600 دولار، وده مش هيكفي إعادة بناء البيت ولا حتى ترميمه. وهنا ولاية كاليفورنيا عندها خطة اسمها فير، والخطة دي هتغطي جزء كبير جدا من تكاليف إعادة البناء. ده غير أصلا إن أمريكا عندها خطة للمساعدات الطارئة، ولكن قبل تنفيذها لازم تفويض الأول من الكونجرس الجديد، وبالتالي فدي ممكن تتأخر شوية. وطبعا بيكون في قروض ميسرة للأشخاص المتضررين علشان يقدروا إن هم يبنوا بيوتهم من جديد. وهنا خلي بالك من جزء مهم جدا، وهو إن مجرد ما الكارثة دي هتنتهي الفلوس دي كلها هتنعش اقتصاد كاليفورنيا. هتقولي إزاي يعني؟ هنا خلينا أفهمك. بص يا سيدي، الفلوس دي في الأول كانت عبارة عن أصول ثابتة داخل الولاية، متمثلة بقى في بيوت ومحلات تجارية ومولات وشركات وغيرها. دلوقتي بقى كل ده اتحرق وهيتبني من جديد، وبنى جديد زي ما انت عارف يعني شركات وعمال هيشتغلوا، يعني زيادة فرص عمل. وكل الناس دي على ما تبني بيوتها محتاجين ايه؟ بالظبط محتاجين سكن، وبالتالي فسوق العقارات هينتعش لفتره طويله. هنا هتيجي تقول لي ايوه يعني كده مفيش شماته. هقول لك ودي شمت ليه اصلا يا سيدي. بحسب وزاره الهجره المصريه فالجاليه المصريه في كاليفورنيا في عام 2023 وصلوا ل 700 الف مصري، وخلي بالك دول المصريين بس، فاحنا لسه ما حسبناش باقي الجاليات العربيه مثلا. ده غير ان هنا النار ما فرقتش، يعني النار كلت البيوت والجوامع والكنايس ما خليتش يعني. فما اعتقدش ان الشماته موضوعها هنا مظبوط، ولا انت شايف حاجه غير كده؟ شاركونا برايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك كالعاده. شيروا الرابط.